سيبك بقى من اي طريقه تانية وتعالي بقى اعملي البسله بطريقتي. لو انت لسه ما فرزتيهاش تعالي فرزيها بطريقتي وبجد هتدعيلي. هتقعد معاكي من السنه للسنه ممتازه جدا جدا، وهتيجي تعمليها كده وتطبخيها كانها لسه فريش. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا عايزه اقول لك بقى ان الطريقه دي انا بعملها بيها كل سنه، واللي جربها بجد عجبته جدا وبجد دعالي وقال لي بجد تسلم ايدك يا اسماء، لان فعلا هتقعد معاكي مده كبيره فريش وحلوه جدا جدا. انا عايزه اقول لك ان انت ممكن تفرزيها بطريقتين. الطريقه الاولى طبعا في ناس كتير بتعملها، بتيجي طبعا تفصصها وتيجي تغسلها وتسيبها تنشف خالص وبعد كده تبتدي اللي هي تحطها في الاكياس. انا ما بعملهاش كده. تعالى اقولك بقى انا بعملها ازاي بطريقه حلوه جدا، والله العظيم مفيش حاجه صعبه خالص. حتى لو انت جايبه كميه هي ممكن مثلا التفريزات ممكن تتعبك شويه، بس بعد كده بتريحك. لما تيجي كده تطلعي الكيس على طول وتطبخيه بتبقى الحاجه سهله وسريعه. وعشان كده دايما بقولك رتبي افكارك وهتلاقي حاجتك خلصت بكل سهوله وما خدتش معاكي اصلا وقت ابدا. وربنا يا رب كده دايما يحسن ما بين ايديكي، امين يا رب العالمين. وطبعا بقى البسله اليومين دول في السوق حلوه جدا وممتازه وسعرها ممتاز، صح ولا لا؟ خلاص كده بكره وانت نازله السوق هاتيلك كام كيلو بسله وابتدي كمان اللي انت فرزيهم، حتى لو ما عملتيش كميه كبيره. بس طبعا بيجي وقت الحاجه دي مش موجوده في السوق، بس انت تبقي ناصحه وتبقى عندك الحاجه، صح ولا ايه؟ يعني والله العظيم بتبقى الحاجه مش موجوده في السوق وبتبقى عندي في الفريزر، ببتدي كمان اللي انا اطلعها واعملها. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يخليكي كده دايما لبيتك ولحياتك ولولادك، امين يا رب العالمين. هاتي بقى حله كبيره وابتدي كمان اللي انت سخني الميه لدرجه ان هي بتغلي خالص، ومش هتسيبيها بتغلي كده وتحطي البسله على النار، لا احنا هنشيلها من على النار، نبتدي اللي احنا كمان نحط فيها البسله زي ما انتوا هتشوفوا كده. هنا بقى انا ضفت كمان معلقتين من الملح، عايزه تحطي انت بكربونات براحتك جدا. وهبتدي انزل بقى بكميه البسله معايا، طبعا الميه بتغلي. هبتدي كمان اللي انا اسيبها في الميه قد ايه، هسيبها 3 دقايق بالظبط. يعني بعد ما تحطيها في الميه المغليه هتعدي 3 دقايق وهتبتدي اللي انت تطلعيها. شايفين خضرها؟ شايفين جمالها؟ على فكره انا الخطوه دي لما بعملها بتخلي البسله معايا زي ما بقولك من السنه للسنه ممتازه جدا. لو انا بقى غسلتها عادي وجيت خليتها تنشف وابتديت اللي انا حطيتها في الاكياس وحطيتها، وتحس ان هي البسله بتكش كده شويه، يعني تحس ان هي بتكشكش كده. لكن كده بالطريقه دي هتطلعي كانك لسه جايباها دلوقتي. خلاص المهم ابتدي كمان اللي انا اخدها من الميه السخنه جدا لميه ساقعه جدا. الميه ساقعه يعني هتكوني جايبه كده تلج ماشي، ميه ساقعه عندك ماشي، المهم ان انت تطلعيها على ميه ساقعه جدا. وخلاص كده وابتدي كمان اللي انا احطها في المصفى. بس اهم حاجه بقى قبل طبعا ما تحطيها في الاكياس تكون مصفيه ميتها كويس جدا. عشان كده بقى هتحطيها في مصفى وتسيبيها لحد ما تتصفى خالص، لحد بقى هنعمل نفس الخطوات دي لحد طبعا ما الكميه كلها معانا تخلص. يعني هنا باخدها من الميه السخنه وبعد كده بحطها في الميه الساقعه، وابتدي كمان اللي انا احطها بقى في المصفى لحد زي ما بقولك ما الكميه معايا كلها تخلص. وكمان طبعا غسلنا الجزر هنبتدي اللي احنا نغسله تاني ونحطه برده في مصفى لحد بقى برضو ما يتصفى خالص. وخلاص على كده اهم حاجه قبل ما تحطيها في الاكياس زي ما بقولك ما يكونش فيها ميه خالص، عشان طبعا ما تعملش معاكي تلج. تمام. هنا كمان الجزر بقى غسلته وهحطه كمان هنا في مصفى. ابتدت كمان البسله طلعتها كلها في مصفى زي ما انتم شايفين اتصفت خالص معايا. ابتديت كمان اللي انا نقلتها في فوطه، وطبعا الفوطه دي متخصصه للمطبخ. البسله بقى ما بقاش فيها ميه خالص، والجزر كمان هبتدي اللي انا اضيفهم بقى على بعض بنفس الطريقه وابتدي اللي انا اقلبها كويس. هنا بقى في المرحله دي انت عايزه تزودي الجزر براحتك، عايزه تقلليه برده براحتك، حاجتك في بيتك كده، واعملي الحاجه اللي انت بتحبيها والحاجه اللي بتريحك. هنا بقى ضفت البسله وضفت كمان الجزر، ضفتهم بقى على بعض، وهبتدي بقى هنا اللي انا احطهم بقى في الاكياس. وتعالى اقول لك كمان على طريقه ما تخليش الاكياس تاخد معاكي مكان خالص في الفريزر، لان طبعا احنا عايزين بقى لسه هنعمل مثلا قلقاس، لسه هتعملي كمان كروب، عندك القوطه كمان هتفرزيها او فرزتيها براحتك جدا. فطبعا احنا عايزين بقى مكان، فما نحطش الحاجه بطريقه عشوائيه عشان يكون عندنا مكان طبعا في الفريزر. هنا بقى بعمل كل الكميه، وهقولك كمان على الطريقه اللي تخلي الحاجه ما تتحط معاكي في الفريزر وما تاخدش معاكي مكان خالص. شايفين هنا عبي بقى كل الاكياس. طبعا هنا بقى بالنسبه للكميه براحتك، عايزه تزوديها عايزه تقلليها حاجه طبعا تريحك، عايزه تخليها وسط كده مفيش برضو اي مشكله. طب انت عايزه طبعا ايه، عملتي الكيس والكيس مش كبير قوي وجيتي وقت الطبيخ عايزه تعملي كميه اكبر، طلعي كيسين 3 براحتك، هتطلعي كيس برضو براحتك، بس خلي الكميه في الكيس مناسبه
بحيث طبعا ان احنا نعرف بقى نفردها كده بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هنا طبعا بقى بنتي كمان واقفه معايا بقى في المطبخ وبتعمل كمان معايا الحاجه، وكنت قايله لك قبل كده لما يكون عندك بنوته شطوره كده خديها معاكي المطبخ ووقفيها معاكي مره على مره هتعمل الحاجه زيك بالظبط. وهنا بقى خلاص كنت خلصت كل الكميه اللي معايا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وابتديت كمان ان انا حطيتها في الاكياس. وبالطريقه دي طبعا ان انت فارده الكيس كده مش هتاخد معاكي مكان في الديب فريزر ابدا زي ما انتوا شايفين كده. ان شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات تانية كتير. لايك وكومنت حلو منك وتفعلي زر الجرس ومتابعه للصفحه عشان ان شاء الله يوصلك اشعار بكل فيديو انا هنزله. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.